قبل ما يبدأ فيلمنا ما ننساش نصلي على النبي ونشترك في القناة علشان يوصل لكم منا كل جديد. ويلا بينا نشوف العظمة بتاعت النهاردة. بيحكي فيلمنا عن مجموعة من الصيادين الرجالة بيجذبوا البنات لأنهم عايزين يكسبوا 100,000 دولار في الصيد، لكن المرة دي بيقعوا في شر أعمالهم وبينطبق عليهم مثل تيجي تصيد ويصيدك. بيبدأ فيلمنا وبنشوف بنت اسمها كاساندرا سكرانة قوي ولسه رايحة تركب عربيتها، فبيخطفها شوية رجالة ويضربوها، وبنت تانية اسمها تيسا شافتهم فبتضربهم كلهم وبتاخد اللي كانت مخطوفة معاها. وكاساندرا كانت قاعدة في مطعم هي وصاحبتها اللي اتخانقت معاها وبتقول لها انها مش فاضية للكلام الفاضي ده ومشيت وسابتها. وولد وسيم اسمه جاكسون كان قاعد معاها في نفس المطعم وبيعجب بيها وعايزها تاكل معاه، وبتحكي كاساندرا ان تيسا شافتها وهي بتضحك لجاكسون وبتعرف انها عاطفية وغيورة وانهم كانوا في اليونان ولسه راجعين وبيدرسوا التاريخ اليوناني. وبيعرفها جاكسون وباباه كارتر ان جاكسون هيبدأ يدرس هو كمان بس بعد ما يخلصوا صيد، فبتسألهم هتصطادوا سمان ولا حمام، وبيرد باباه حاجة أخطر شوية. وبيحكي جاكسون إن مامته ماتت وهي بتولده وبينصحوا باباه بقواعد الصيد إنه ما يقربش من فريسته وما يتصرفش بشكل عاطفي. كاساندرا عايزة تمشي لأن وراها حاجات كتير عايزة تعملها، لكن بيقترحوا عليها تروح معاهم وبيقولوا لها إن الكوخ صغير بس على البحر وكل مشترك في رحلة الصيد عنده فرصة يفوز ب100,000 دولار، وبتوافق تروح معاهم بشرط تبقى مشاركة علشان يبقى عندها فرصة تكسب الفلوس. وبتقول إنها ممكن تروح أي مكان يكون فيه بحر بشرط يرجعوها يوم الاثنين. وبيوصلوا المكان الصيد بتاعهم وبيقابلوا 2 رجالة أصحابهم وكان معاهم بنت اسمها ليكسي، وبيسألوها ده صيدكم التالت؟ وبيردوا لا الخامس، وإنهم بيصطادوا كل نهاية أسبوع. وبيركبوا كلهم قارب وليكسي بتتكلم مع كاساندرا إنها اشتركت في رحلة الصيد وعايزة تجمع فلوس لتعليمها، وكمان الرحلة حلوة وبحر وحركات. وبيوصلوا لنادي الصيد وجاكسون بياخد كاساندرا يوريها الشط، فبتقول له ان انت مش هتبقى راجل علشان بتصطاد حيوان وتقتله، لكن لازم تاخد قرارك بنفسك مش من بابا. وابو جاكسون بيقول انها هتاخد 3 ساعات على ما يقتلها، وفخور ان ابنه بدأ يصطاد هو كمان. وبيسهروا بالليل كلهم ويشربوا وليكس شربت كتير وبدأت تسكر، وابو جاكسون بيقول لكاساندرا انها فاتنة قوي وبيحاول يثبتها بس ما شربتش ويسكي كتير، وبتسأله ليه معلقين أقنعة حيوانات، وبيرد انهم بيحتفلوا بطريقتهم بعد لما بيخلصوا سهرتهم بيرجعوا على أوضهم. وبنشوف بنات كتير خاطفينهم ورابطينهم بسلاسل وبيعذبوهم، وبياخدوا بنتين وبيقولوا لهم معاكم 30 دقيقة وتهربوا، ولو رجعتوا للمخيم في 24 ساعة الكلاب هتكون مستنياكم. وكده الصيد بدأ. وبيتكلم أبو كارتر مع الرجالة اللي معاه وبيعرفهم إن الحياة زي الغابة اللي موجودين فيها دلوقتي، وكمان بيتكلموا عن المساواة بين الرجل والمرأة. وبيبدأ البنات يجروا في الغابة وعايزين يهربوا، وبيحكي لهم إن ابنه اتولد وعاش من غير مامته لأنها ماتت وهي بتولده، ولو كانت موجودة كانت علمته الحدود بين الرجل والبنت. وتيدي بيحط ايده على بق ليكس اللي معاه، ولسه جاكسون بيتكلم مع كاساندرا وبتقول له ممكن تتراجع في اي وقت. والبنات اللي كانوا بيجروا في الغابه بيقولوا ان معاهم 10 دقايق بس، ولو وصلوا للشاطئ يبقى كده هيهزموهم. وابو جاكسون بيقول ان الرجاله اللي معاه صيدهم بدا، وبنشوف بنت من اللي بيجروا في الغابه رجلها دخلت في حديده وبتحاول صاحبتها تساعدها بس رجلها بتنزف جامد وعايزين يهربوا قبل ما الرجاله يوصلوا لهم. وفي نفس الوقت الرجاله طلعوا بعربيه وبيدوروا على البنات في الغابه، وصاحبتها بتقول لها انها مش هتسيبها وهي مش عارفة تمشي لأن رجلها اتعورت. وبتلاقي سهم في دماغ صاحبتها يعني كده تدور عليها، وبتكون خايفة جدا ومرعوبة وبتقول للعصابة أنا لاسي. فقال لها الحيوانات ملهاش أسماء، يعني انتوا بتجروا ورا البنات تصطادوهم زي الحيوانات؟ طب الحيوانات أثرت معاكم في حاجة؟ المهم بتقول لهم إن لاسي البنت اللي شعرها أسود بتحمل سلاح ومخبية معاها، وبتتحايل عليهم يسيبوها تهرب بقى لأنها مش عايزة تموت. وواحد منهم بيقول لها هربي، وعلى ما بتبص وراها بتلاقي السهم في بطنها. ونرجع تاني لكاساندرا اللي لسه بتحكي مع جاكسون وبيسألها الوشم ده زي وشم صاحبتك، وبترد أيوة، وبتحكي له إن تيسا أنقذت حياتها قبل كده. وفي مرة قالت لها بنتها إنها رايحة تقابل ولد اتعرفت عليه على الإنترنت، وبدل ما تقول لها لا أنت صغيرة قالت لها استمتعي بوقتك، ومن ساعتها ما شافتهاش. وبتعرفوا إنها كانت بتشرب كتير وبتسكر وشوية رجالة خطفوها، لكن تيسا ضربتهم كلهم وخلصت عليهم. وده المشهد اللي شفناه أول الفيلم، وكسرت لواحد رجله والتاني كسرت له راسه. وكمان
كمان إنها بنت زيوس أشهر صياد يوناني، وكانت عاملة وشم صياد بيسألها عن الأنسيال اللي في إيديها وبتقول إنه هدية من بنتها، واتفقوا إنهم يفضلوا لابسينه علشان يبقوا مرتبطين طول العمر. وبتنصح جاكسون إن الحياة قدامه وياخد القرارات الصح، وبتوصل له وبتلاقي باباه واقف بره، فبيقول لها إنه كان بيراقب ابنه علشان يشوفه بياخد القرار الصح ولا لأ، وكمان بيعرفها السبب الحقيقي إنها موجودة هنا، فبيرد إنها مش هتحتاج تسأل دلوقتي. وفي الوقت ده بيحط واحد فوطة فيها مخدر على بقها وبيغمى عليها وبينقلوها مع باقي البنات. واتنين من الرجالة قاعدين بيتكلموا وحسوا إن في حركة في المكان، ولقوها تيسا وبتقول لهم إنها كانت راكبة قارب وشكلها نزلت في المكان الغلط، وبيفرحوا صيدة جديدة وجاية لغاية عندهم. لكن البنت دي كانت قوية جدا وخلصت عليهم الاتنين، والبنت اللي مع تيدي لسه بيعذبوها وبيغتصبوها. ولما بتفوق كاسندرا بتلاقي نفسها مع بنات وبتسألهم احنا هنا ليه، وبيردوا انهم هنا في الحظيرة عشان يصطادوهم ويكسبوا $100,000 وبيسيبوهم للكلاب او بيغتصبوهم. وكل بنت بتحكي قصتها وبتقول هم جم هنا ازاي، وطبعا كلهم غووهم وضحكوا عليهم انهم هيشاركوا في مسابقة الصيد وهيكسبوا الفلوس، لكن كانوا بيضحكوا عليهم وطلعوا هم الصيدة، وبيقولوا انهم كانوا اغبياء وكمان وقعوا في فخهم. وبتسأل كاسندرا عن بنت لابسة سوار زي ده، بس بيقولوا ان في بنات كتير بتيجي وبتروح وبيفضلوا محبوسين من غير اكل وما يعرفوش هم بقالهم قد ايه، لانهم مش معاهم ساعة ولا تقويم، وسمعوا بس ان في بنت هربت قبل ما يجوا هنا وانهم جايبينهم هنا علشان يموتوهم. وبنعرف ان ابو جاكسون هو زعيم العصابة وبيلاقي خيمة في المكان، وبيستغربوا لانهم في غابة ومحدش بيجي هنا، وبينصحهم يدوروا على صاحب الخيمة. وبيدخل جاكسون وابنه عند البنات علشان يختار سته، وبيختار بنته وبيقول له انها شكلها عندها حماسة وممكن تهرب، فبيختار بنت تانية وباباه بيقول له لا. والاختيار التاني بيكون الصيدة اللي جابتها يعني كاسندرا. وبيتكلم كارتر مع كاسندرا وبيقول لها ان معاكم 24 ساعة وهديكي $100,000 زي ما وعدتك، وهتجروا في الغابة اللي محاطة بالمية من جميع الجهات، والمية مليانة أفاعي، ولو رجعتم للمخيم قبل 24 ساعة هترجعوا للكلاب وهتتقتلوا، ومعاهم 30 دقيقة بس قبل ما يطردوهم ويفكوهم. وبتبدأ كاسندرا والبنت اللي معاها يجروا علشان يلحقوا يهربوا، وقبل ما البنات يجروا بيقولوا للعصابة بس مفيش حد قدر يهرب من هنا قبل كده. وبيكلم ستيف كارتر وشكله في بلد تانية وبيقول له لو قتلتوا بنات اكتر هتاخدوا فلوس اكتر، وبيسألوا ابنك متوتر وبيرد لا زي ابوه قلبه جامد. وبيروح جاكسون عند باباه وبيسأله ليه اخترت كاسندرا وانها بنت لطيفة ومش عايز يقتلها، وبيرد باباه انها جت هنا واكيد هتتعرض للمطاردة وتموت دلوقتي او بعدين، فمش فارقة كتير كده كده ميتة زي ما بيقولوا. وبيرد جاكسون انه مش عايز يموتها، وباباه بيرد انه هيقتلها وبيديه سكين جده اللي خدها من ضابط الماني قتله. وباباه بيقول له ان النهارده هياخد قراره ومش هيخاف من اي بنت بعد كده، وان السكينه دي جاكسون هيديها لابنه بس لما يكون قادر بالصيد. وبينصحه يروح يفطر بعد كده يعدي على فيرجل لان في اجهزه هيديها لجاكسون تساعده في الصيد. والبنت اللي مع كاسندرا شكلها كده شلق وبتقول لها احنا ننفصل، يعني كل واحده تجري من ناحيه كده واحتمال النجاه هيبقى اكبر. لكن كاسندرا رايها مختلف وبتقول لها نفضل مع بعض، والبنت بتقول لها تساعديني، انت بتخلينا اتحرك ببطء وخلاص. وبتقول لها انها هتقتله وتاخد الفلوس بتاعته، وبتنصحها تختار الاتجاه وهي هتمشي في الاتجاه التاني. فبتمشي وكاسندرا ماشيه وراها بتقول لها ما تجيش ورايا، وبتعرف العصابه ان الفريسه انفصلت وكده هيبقى اصعب في المطارده. وبيقتل جاكسون البنت اللي عامله نفسها 7 رجاله بالسكينه وكده تخلص من الفريسه الاولى. نروح بقى للفريسه الاصعب بالنسبه لجاكسون وهي كاسندرا، واللي بيقف قدامها ولسه هيموتها فبتنصحه ينزل القوس وبيرد لا، وانه وعد باباه وبتفهمه كاسندرا ان ده سر وممكن يرجع في كلامه ويعرف باباه انه كان غلط. وبتمشي وبيعمل القوس ناحيتها بس مش عايز يموتها. وستيف بيقول لابو جاكسون انه كسب 50,000 ولسه باقي فريسه، وبيدور باقي العصابه على جاكسون وكاسندرا لكن مش بيلاقوهم. وبيرجع جاكسون عند باباه وما قتلش كاسندرا، وبتكون ايده مجروحه وباباه بيعرفه ان صوده الاول رجع بعدها وده عشان كان خايف، وطبعا ما كانش فخور بده، فبيعرفه انه رجع بس لانه عايز يعالج ايده. وباباه بيقول له انه فخور بيه وهيبقى عدو معاهم وهيحتفل بيه النهارده. وجاكسون بيقول له مش هيخذله، وبيعرفه ان فريسته لسه في الصيد بس هيكتب اسمه من الاعضاء وهيبقى معاهم بشكل رسمي. وبنشوف كاسندرا بتجري وبتشوف شكل جمجمه وبتحاول تهرب ومرعوبه لغايه ما بتشوف جثه صاحبتها. وبيطلع ابو جاكسون الدفتر وبيكتب اسم ابنه معاهم، وابنه بيشكره وبيقول له حاسس انه تغير النهارده فعلا. وباباه بيقول له الليله هنحتفل وان ابنه بقى مفترس، وبيطلب منه يروح يحضر اقفال ويجي. وبتكلم
وبتكمل كاسندرا ماشية في الغابة وبتشوف جثث بنات كتير مقتولة، وبتعيط قوي لما بتشوف الأنسيال بتاع بنتها متعلق في الشجرة، يعني كده بنتها اتقتلت. وبتقابل كاسندرا صاحبتها تيسا وبتقول لها تتأخرتي ليه، وبترد إن الأولاد دول بيطاردوها وبتفك السلاسل اللي في رقبة كاسندرا، وبتدي تيسا مسدس لصاحبتها وبتقول لها خلصي عليه. وبيدور جاكسون على كاسندرا وماسك مسدس في ايده علشان يخلص عليها، وخلينا نشوف مين اللي هيخلص على التاني. ولما بتشوف كاسندرا جاكسون بترفع عليه المسدس وبتقول له نزل القوس، وبتعرفه انها اتخدعت فيه وكان شكله بريء اول مره شافته. وتيسا بتمسك جاكسون وبتكتفه، وكاسندرا بتقول له انها كانت عايزه تنقذه من كل ده وما ياخدش قرار غلط. وبتساله اذا بالبنات اللي اتقتلوا دول كان عندهم اسماء، وبنتها كانت واحده منهم وكان لها اسم لانهم كانوا بيعاملوا البنات زي الحيوانات. وبيترجاها تنزل المسدس واكيد هيوصلوا الحل، بس تيسا بتقول لها اقتلي الوغد ده وخلصي عليه. وتيسا بتقول جهاز تحديد الموقع شغال كويس وكل حاجه تمام. وكاسندرا بتقول لصاحبتها ان جاكسون كان ممكن يقتلها بس ما عملش ده. وبترد تيسا ان زمانه اتخنق ومات، ويلا عايزين ننهي الموضوع ونخلص على العصابه دي كلها. وواحد من العصابه بيقول لاصحابه ان استعاد رجولته بالصيد، وبيلاقي سهم جه في دماغه، فبيستغرب باقي العصابه. وواحد منهم بيروح يشوف مين اللي عمل كده، وبيقول انه مش جبان وبيعتقد انه ممكن تكون بنت هربت وبتطاردهم. وبيلاقي واحد تاني من العصابه خد سهم وقع على الارض، يلا احسن خلينا نخلص عليهم. وبعدين تيسا وصاحبتها ظهرت قدام العصابه، ولسه واحد من العصابه بيقول لها استني، لكن بيلاقي السهم في رقبته. وبيقول واحد تاني من العصابه في المكان ده لتيسا انه هيقتلها بطريقه وحشيه ملهاش مثيل. وبنشوف كاسندرا بتخنقه بحبل في رقبته، يلا بالسلامه انت كمان. وواحد بيطلع في الروح عمال يشتم في تيسا. وكده خلصوا على الشويه دول كلهم وبيروحوا عند فيرجل اللي ماسك مفاتيح الحظيره. وساعتها كاسندرا بتقول لها انه قوي ومش هيعرفوا يخلصوا عليه من غير قتال، وبيستخبوا ورا الشجره. وبيدخلوا عند فيرجل، واسكندر بتقول انها رايحه تقتل كارتر، وبتطلب تيسا من فيرجل مفاتيح الحظيره وبيرميها على الارض، وهي بتاخدها وبيخطف فيرجل المسدس منها. وبيضرب فيرجل لاسي وبيخنقها بسلسله، بس هي بتحط ايديها علشان ما تموتش. وبتحمي كاسندرا المكان من بره علشان لو حد جه. ولما بتسمع صوت تيسا بتروح عندها وتخلي فيرجل يثبتها تحت تهديد السلاح، وبيسالها انت مغروره علشان ماسكه مسدس. وكاسندرا بتقول له وانت رجولي علشان بتقتل البنات تحت تهديد السلاح. وبيسالها فيرجل على الاسوره اللي لابساها، وبيقول لها شكلها مش غريب عليا، وقابلت بنت لابسه اسوره زيها قبل كده، ده انت وقعتك مهببه معاها، يعني انت اللي قتلتي بنتها. وفلاش باك بقى لما فيرجل كان بيطارد بنت كاسندرا، وبتقول له خلاص مش ههرب تاني، وذبحها بالسكينه. وبتعرف كاسندرا فيرجل ان صاحبه الاسوره بنتها، وبيرد عليها وبيقول لها فيكم شبه من بعض، لان بنتها قاومت هي كمان وهو بيقتلها. وبتنزل كاسندرا ضرب فيه وبعدين بتذبحه بالسكينه، وكده تبقى خدت حق بنتها. وكمان خدوه حطوه جثه للكلاب علشان جعانه، وهو يكملوا انتقام منه. وبنشوف البنت اللي مع اصحاب جاكسون لسه بيعذبوها ورابطينها في السرير، وبيروحوا هما الاتنين عند باقي العصابه وبيضربوا واحد منهم وبيسيبوه ينزف علشان يتعذب زي ما كان بيعذب البنات. وكاسندرا بتقول لصاحبتها ان الراجل ده واخوه كان معاهم بنت اسمها ليكسي، ادخلي شوفيها. وبتنفصل تيسا وكاسندرا كل واحده منهم في اتجاه، وبتروح اسكندرا عند كارتر وبتفضل تدور عليه مش بتلاقيه. وبتفتح الدفتر اللي كاتب فيه اسماء اعضاء العصابه، وبيظهر كارتر وبيخبطها على راسها بيوقعها على الارض. وليكسي لسه مربوطه في السرير ومش عارفه تفك نفسها. وتيسا بتدخل عندها وتفك ايديها، وبتلاقي واحد من العصابه بترفع عليه المسدس وتخليه يفك رجل ليكسي من السرير، وبعدين بتخليه يقعد على السرير وبتدي ليكسي سكينه وبتقول لها انتقمي منه. وكارتر بقى كتف كاسندرا وبيسالها عن ابنه، فبتقول له هتعمل ايه، هتقتلني؟ وبيرد عليها لا انا هعمل اكتر من كده واخليكي تتحايلي عليا علشان اقتلك. وبتفك كاسندرا نفسها وبتردد نفس كلام كارتر، وبتقول ما تقربش من فرستك وما تتعاملش معاها بشكل عاطفي. وبتعرفه انها قتلت ابنه وبتوقعه على الارض وبترفع عليه المسدس. وبتحكي كاسندرا ان بنتها جت هنا من 6 شهور وكانت بتحاول تجمع الفلوس عن طريق النت زي ليكسي. وكمان بتعرفه انها خلصت على العصابه، وبيسالها قتلت الرجاله دي كلها؟ ده انت زيي بالظبط. وبترد انها مش زي ولا عمرها هتكون، هي بتقتل الرجاله الاشرار بس، وهي راحت معاهم من ساعه ما كانت في المطعم وعارفه ان دي العصابه اللي خطفت بنتها وعايزه تنتقم. وبتقول له انت ما بتفهمش وكنت بتصنع وحوش هنا. فبتاخد كاسندرا كارتر عند البنات المخطوفه وبتقول لهم انه الزعيم العصابه كان بيخطف البنات وبيطاردهم وبيعذبهم وبيقتلهم لعقود، وبيفكروا ينتقموا منهم ازاي ويبلغوا البوليس وياخدوا جزاتهم. بس تيسا بتقول لها انه غني وهيلاقي طريقه يهرب بيها من العقاب، وكان معاه 100,000 دولار وبياخدوا بيقسموهم على بعض وعايزين يضربوا كارتر بالنار. وكمان بتنصحهم قبل ما تمشي وبتقول لهم دمروا اي دليل على وجودكم هنا. وبيقتل البنات كارتر وبيتفننوا في عذابه بأبشع الطرق. وبتاخد كاسندرا وتيسا الدفتر
اللي فيه أسماء العصابة وعناوينهم، وبتقول إنهم موجودين في كل أنحاء العالم. وبتركب كاسندرا وتيسا المركب مع جاكسون اللي بيكون لسه عايش، وليكسي بتكون عايزة تنضم ليهم وتخلص على اللي بيصطادوا البنات في كل أنحاء العالم، وبتعرفهم إن اسمها الحقيقي ديانا مش ليكسي. وكاسندرا بتقول إن ده الاسم الرومانسي لإله الصيد. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.